إذاعة جامعة التكوين المتواصل. الأخبار. في تقديمها لكم سميرة عقبة. مساء الخير ثانية سميرة. مساء الخير لك نادية ولكم مستمعين، أهلا بكم معنا إلى تفاصيل هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يشرف على مراسيم الاحتفال باليوم الوطني للطالب ويدشن القطب العلمي والتكنولوجي باسم الشهيد عبد الحفيظ إحدادا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة. أدوار جديدة ومؤشرات إيجابية للجامعة الجزائرية للارتقاء بالطلبة للإبداع والابتكار والمساهمة في التنمية. إذاعة جامعة التكوين المتواصل تحيي اليوم ذكرى انطلاق بثها الأثري بالوقوف عند مسارها المتميز كإعلام علمي هادف، وبرنامج خاص أمسية اليوم لإحياء الذكرى المزدوجة بأبعادها العلمية الاجتماعية والتنموية. ولقاءات وندوات تاريخية عبر مختلف ولايات الوطن تخلد الذكرى تحت شعار الطالب الجزائري بين تضحيات الماضي ورهانات المستقبل. تحية متجددة وإليكم تفاصيل الأخبار. تخلد اليوم الجزائر ذكرى 68 ليوم الطالب بإبراز رمزية وأبعاد هذا الحدث التاريخي من خلال النشاطات والندوات المنظمة بالمناسبة عبر مختلف ولايات الوطن. وبين الأمس واليوم والغد سيبقى الطلبة هم أحد أهم القوى والطاقة العلمية والنخب الشبابية التي يعول عليها في تجسيد رؤية التطور والتقدم، وإن اختلفت الرهانات والتحديات إلى أن النهج والمبادئ واحدة لخدمة الوطن وتنميته. إن كان بالأمس النضال بالسلاح والكفاح، اليوم النضال بالعلم والمعرفة. وتثمينا لهذا الجهد وتعزيزا لهذا المسار تأتي احتفالات إحياء ذكرى يوم الطالب هذه السنة بلقاء رئيس الجمهورية مع الطلبة في تجمع يحمل شعار الطالب الجزائري من المقاومة والتحرير إلى العلم والتعمير. إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرف اليوم على تدشين القطب العلمي والتكنولوجي باسم الشهيد عبد الحفيظ إحدادا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطالب. وقد استمع رئيس الجمهورية إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري حول القطب العلمي التكنولوجي. وقد تبادل رئيس الجمهورية أطراف الحديث مع طلبة المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي واستمع إلى شروحات حول تخصصات هذه المدرسة. كما وقف رئيس الجمهورية بالمدرسة الوطنية العليا للرياضيات على مستوى التكوين الذي تقدمه للطلبة من قبل أساتذة وكفاءات جزائرية. وكان رئيس الجمهورية قد وصل إلى القطب العلمي والتكنولوجي سيدي عبد الله للإشراف على مراسيم إحياء اليوم الوطني للطالب المخلد للذكرى 68 لإضراب 19 ماي 1956 التاريخي. تاريخ يجسد مسار نضالي مميز لهذه الفئة، ويعتبر البداية الرسمية لانخراط الطلبة الجزائريين في الثورة التحريرية، فكانوا سندا قويا ودعما فعالا على جميع الأصعدة في الكفاح الثوري وعلى الصعيد السياسي والاجتماعي والدبلوماسي. فتزودت الثورة التحريرية بالإطارات والنخبة العلمية الواعية ليتحقق النصر بالعزيمة والكفاح والنضال لسنوات مريرة. 19 ماي 56 تاريخ شكل منعرجا حاسما في مسار النضال الوطني التحريري، تبرزه لنا الزميلة حنان مصمودي في التقرير التالي. أيها الطلبة والمثقفون الجزائريون، نرتد على أعقابنا، والحال أن العالم ينظر إلينا، والوطن ينادينا، والبلاد تدعونا إلى حياة العز والبطولة والمجد. في يومها بكلمة واحدة وبصوت مرتفع قال الطلبة الجزائريون نعم للكفاح المسلح، ففضلوا الشهادة على أن يكونوا إطارات تحت وطأة المستعمر، فاقتنعوا أن الشهادات لن تصنع منهم أحسن من الجثث. السكينة المصطلحة لم ترضي ضمائرهم،
الواجب ناداهم وحركهم نحو ثورة التحرير. في صفوف جبهة التحرير الوطني تمركزت النخبة، حولت أقلامها إلى مدافع، قنابل ورشاشات ضد مستعمر غاشم. طالب عبد الرحمن، عيسى تيدير، فرحة حجاج، زهير حدادا وزملائهم منحوا الثورة أيضا روحا عالية بالتفكير والتدبير، وأعطوا فرنسا درسا في الوطنية. فقد لعبت النخبة آنذاك دورا كبيرا في افتكاك الحرية من الاستعمار المستعمر، وعنها يتحدث الأستاذ نور الدين غرداوي، أستاذ في التاريخ بجامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله. في تاريخ الأمم والشعوب أيام خالدة، وللجزائر ذكريات وأيام تاريخية خالدة بارزة في نضالاتها المستمرة، لذا نحتفل بهذه الأيام. والجزائر تحتفل حكومة وشعبا في كل سنة من يوم 19 من شهر ماي بعيد الطالب، وهذا عرفان على دور الطلبة أو النخبة الجزائريين في الثورة التحريرية. وقد خصصت الدولة الجزائرية يوم 19 ماي من كل سنة يوما للطالب، لأن في مثل هذا اليوم من سنة 1956 ترك الطلبة الجزائريون مقاعد الدراسة وخرجوا إلى الشوارع متظاهرين متضامنين مع مطالب جبهة وجيش التحرير الوطنيين، وقطعوا الدروس والامتحانات وأعلنوا الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني. 19 ماي 56 ملحمة جزائرية جسدها الطلبة الجزائريون، وهي محطة نستذكرها اليوم بكل فخر واعتزاز. وها هو جيل اليوم الذي نراه المحامي، الطبيب، والذي ينتهج طريق التكنولوجيا والعلوم ليحافظ على المشعل الذي تركه أجدادنا ويساهم في بناء ورقي البلاد. واليوم هم ذخرا للجزائر الحبيبة، خاطين طريقا مكللا بالنجاحات والانتصارات. المناسبة هي أيضا الاستذكار والوقوف عند مكاسب الجامعة الجزائرية وإسهاماتها في عملية التشييد والتنمية، وإبراز دورها في تكوين النخب وإطارات البلاد التي يعول عليها في تجسيد رؤية التطور والتقدم. مؤشرات إيجابية لمستوى المردود البيداغوجي للجامعات الجزائرية واضطلاعها بأدوار جديدة جعلتها في طليعة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد. وقد مكنت التوجهات الجديدة التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة في إطار الاستراتيجية المنتهجة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية من ربط الجامعة مع محيطها الاقتصادي وتكييفها مع متطلبات السوق الوطنية وتوجيهها نحو الابتكار والإبداع والمقاولاتية، وكذا تحسين أدائها من خلال تفتحها على مراكز البحث والمؤسسات الجامعية العالمية والتي بدأت ملامحها تظهر على أرض الواقع. ويأتي ذلك في إطار تجسيد رؤية استشرافية جعلت من الجامعة قاطرة لتطوير الاقتصاد الوطني. نستمع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بدري. الأمم تتقدم بالمعرفة بالعلم، وبالتالي للجامعة الجزائرية هدفين رئيسيين: الأول وهو ضمان تكوين نوعي لكل متعلم، والهدف الثاني هو منح جواز سفر لكل متخرج من الجامعة الجزائرية أن يساهم في انخراطه أولا المهني، وبالتالي مساهمته في إعطاء هذه القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وهذا يعتبر مطلبا شعبيا ويدخل في استراتيجية الحكومة من خلال برنامجها 21-24، وكذلك في التزامات السيد رئيس الجمهورية الذي وضع الجامعة والمنظومة الجامعية في قلب انشغالات الجزائر الحديثة، حيث خصص في الالتزامات 54 10 التزامات زائد 1 للجامعة وللمنظومة الجامعية الجزائرية. وهذا مؤشرا كبيرا على الاهتمام المهم والرئيسي للجامعة الجزائرية التي نعمل من أجل أن تكون قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ومن المؤشرات الإيجابية لمساهمة الجامعة الجزائرية في مسارها التنمية إحصاء 96 حاضنة أعمال وأزيد من 3000 فضاء للمؤسسات الناشئة وأزيد من 100 مركز لتطوير المقاولاتية، علاوة على تسجيل 1700 مشروع موجه لتكوين مؤسسة مصغرة وحصول ما يفوق 400 مشروع على وسم لابل وأزيد من 1400 براءة اختراع. نستمع للأستاذ أحمد مير. نواصل العمل في هذا الإطار وفي إطار تطبيق القرار الوزاري للسنة الثانية، والآن هذه السنة إلى حد 29 فبراير تم تسجيل 11,000 فكرة قابلة لأن تكون مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة أو طلب اختراع، وهذا كذلك يعتبر رقما مهما جدا لإضفاء ما يسمى بإدراج طالب الجامعي التنمية الاقتصادية. إذا نتوقع هذه السنة أن تكون الأرقام مضاعفة بالمقارنة مع السنة الأولى، وذلك لأن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بتهيئة مناخ أعمال ما يسمى بالنظام البيئي الريادي داخل الجامعة، وذلك من خلال استحداث 112 حاضنة أعمال، منها حاضنة أعمال رقمية و102 مركز تطوير المقاولاتية، 86 مركز للدعم التكنولوجي والابتكار، 41 دار للذكاء الاصطناعي. إذن هذه تعتبر كآليات لمرافقة الطلبة حاملي الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة. إذن العمل متواصل، العمل جاد، بإذن الله رفعنا التحدي. الطالب الجزائري كما كان أسلافه في الثورة وساهم في الثورة وفي تحرير الدولة الجزائرية وبلاد 1.5 مليون شهيد، ها هو اليوم كذلك يساهم في الثورة التكنولوجية والثورة العلمية والثورة التنموية ويساهم في تنمية بلده. الأستاذ أحمد مير رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية. إذن ويشكل الطالب المحور الأساسي في العملية التكوينية، وتسعى الوزارة من خلال استراتيجيتها لجعله طالبا مبتكرا ومواطنا صالحا ويتقن مهارات التواصل الاجتماعي والتقنيات التكنولوجية الحديثة، ويتقن أيضا اللغات الأجنبية، ليتوسم في ختام مشواره الدراسي 5 نجوم يتميز بها ليلج عالم الشغل بكل جاهزية. تقرير في هذا الموضوع مع زميل أيوب شريف. يراهن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على جعل الجامعة عاملا مساهما في خلق الثروة من خلال التقريب بين الطلبة حاملي المشاريع وبين المؤسسات الاقتصادية، وهي الفرصة التي انتهزها عديد من الطلبة ممن رفعوا شعار المقاولاتية وريادة الأعمال. وأبرز معظم الطلبة حرصهم على الولوج للعمل من باب المشاريع المستقلة استثمارا لمشاريعهم وجهودهم الجامعية. هذه عينة لبعض الطلبة المقاولين. في إنتاج المياه المقطرة العذبة، ويمكن أيضا الحصول عليها عذبة أيضا بطريقة ما، بحيث أن من حقوق كل إنسان أن يستفيد بمياه عذبة، بمياه صالحة للشرب. وكذلك هذا الجهاز اعتمد على استخدام الطاقة الشمسية بطريقة هجينة، سواء الكهروضوئية أو الطاقة الشمسية الحرارية، بحيث أن الإنتاج المقطر أو تحلية المياه يمكن هذا المشروع مميز بأيضا تحلية مياه البحر أو توفير المياه الخالية من كل للمناطق الزراعية. كما أنه يمكن أن نقترح هذا المشروع وبشدة لمصانع البطاريات، أيضا سيوفر العديد من مناصب العمل، كذلك سيعمل على تحسين الاقتصاد الوطني. احنا الماستر تاعنا واش تخدم كامل كل حاجة متعلقة بالألواح الشمسية، يعني كل ملي تكون ماتير بريمير، يعني مادة أولية تلحق تولي بانو سولار، يعني يولي لوح شمسي. نقراو كل هذه المراحل، بأنه التخصص تاعنا احنا في الفيزياء، احنا نقراو لي ماتيريو، نقراو الالكترونيك، الانستالاسيون، الكوتي تيران في الفوتوفولتايك. طالب اليوم يحمل مشعل النضال بأفكاره وابتكاراته لكسب رهان التنمية ويحقق ما حققه بالأمس الشهداء من نصر ونين للحرية والاستقلال بالنضال الثوري. هي مناسبة يستهل منها جيل اليوم ليواصل مسيرته. نستمع لبعض منهم. رانا في يوم الطالب اللي هو يوم 19 ماي، يمثل يوم اللي ضحوا فيه جدودنا مشوارهم الدراسي لأجل استعادة السيادة الوطنية. احنا ان شاء الله نكملوا المسعى تاعهم ونحافظوا على السيادة الوطنية ان شاء الله، ونخدموا بلادنا كما
وما كانوا حابين. وإن شاء الله نحافظوا على الثوابت تاعنا باش ما إن شاء الله ما يكون إن شاء الله كي يشوفونا ما يشوفوناش مجتمع ما حافظش على الثوابت تاعو على المبادئ تاعو. اليوم 19 ماي اليوم الطالب، اليوم اللي ضحوا فيه كامل المجاهدين والشهداء باش نرتاحوا ونكونوا في المقاعد الدراسية، وهو ذكر وفاة طالب عبد الرحمن. لإحيائنا ذكرى هذا اليوم كما نسعى نحن طلبة لإكمال هذه الوصية أو هذه الرسالة التي تركت إلينا بكامل المعلومات، بإفادة كامل الناس، بجعل العلم ممر أو نفق نور لكامل الأشخاص. ويبقى الطالب المحرك الفعال في الديناميكية الوطنية والمستثمر المعرفي الحيوي المعول عليه لتحقيق التقدم والتطور. دام الطالب الجزائري ذخرا للوطن. ولأن لهذا التاريخ رمزية ودلالة عميقة يقترن أيضا بذكرى أخرى، هي انطلاق بث إذاعة جامعة التكوين المتواصل لتكون فضاء للطالب للأستاذ والباحث ولكل فواعل الجامعة الجزائرية، ونسعى لنرتقي لمستوى طموحاتهم من خلال ضبط شبكة برامجية تساير توجهات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات الجامعة وملامسة الآفاق العلمية الهادفة. نستمع للأستاذة جميلة حمديني رئيسة مصلحة البث الإذاعي لجامعة التكوين المتواصل. نحن اليوم نحيي الذكرى 34 لتأسيس إذاعة العلم والمعرفة، وهي ذكرى مزدوجة اليوم الوطني لعيد الطالب. رمزية هذا الحدث الذي له يعني دلالات عديدة وربطه بالبث الجامعي هو أن الإذاعة اليوم تساير نشاطات القطاع، تهتم بانشغالات الطلبة، وكل يصب في اهتمام الطالب اليوم، وهذا ما تترجمه الشبكة البرامجية للإذاعة من خلال الأركان والحصص العلمية الموجهة بالدرجة الأولى للطالب الجامعي. كذلك البث لهذه البرامج تعزز في السنوات الأخيرة بالتوجه الجديد للرقمنة. اليوم نحن نعزز البث الإذاعي بالبث الإلكتروني عن طريق ويب راديو، تعزيز كذلك الشبكة فضاءات أكاديمية تساير جديد التخصصات التي تشغل القطاع اليوم كالأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، ميثاق الأخلاقيات والآداب لقطاع التعليم العالي، دروس التعليم عن بعد والتي تأخذ حيز كبير من الشبكة البرامجية، كلها يعني موجهة بالدرجة الأولى للطالب الجامعي. أهنئ كل الطلبة بعيدهم، كما أهنئ فريق إذاعة جامعة التكوين المتواصل وهم يحتفلون بعيد تأسيس الإذاعة، وهم مشكورون على كل المجهودات التي يبذلونها وحرصهم الدائم على تقديم ما هو أفضل، تقديم مادة إعلامية هادفة تكون في صلب اهتمام الطلبة. هنيئا لكل فريق الإذاعة، دمتم متميزين لخدمة رسالة العلم والمعرفة. تفاعلا وهذه المناسبة ذكرى 68 لعيد الطالب 19 ماي 60 و50 900 و1000، ولنعيش الحدث بأبعاده ودلالاته عدة نشاطات ولقاءات وندوات تاريخية وفكرية، منها التظاهرة التي نظمتها اليوم الإذاعة الوطنية تحت عنوان الطالب بين تضحيات الماضي ورهانات المستقبل. اللقاء ناقش جملة من الأفكار تتعلق بالطالب كمحرك فاعل في الحركية الوطنية باعتباره رأس مال الأمة وأحد أكبر عناصر القوة المعول عليها، مثل ما يبرزها الأستاذ الباحث والأكاديمي البروفيسور أحمد عظيمي متحدثا لزميلة خديجة طيار. بالأمس كان هناك طلبة ضحوا بكل شيء من أجل الجزائر. بالأمس كانوا طلبة اللي كان في السنة 4 سنة 5 ميديسين هندسة والله آداب، ترك مقعد الدراسة والتحق بالثورة، ولما التحقوا بالثورة قدموا الكثير في التعريف بالقضية الجزائرية، وبعضهم أخذته الثورة ودربته في المجالات العسكرية، وبعضهم التحق بالثورة ومنهم الكثير من الشهداء. وبالتالي هذه التضحيات الكبيرة التي لا شبيه لها ممكن إلا في فيتنام أو في فلسطين، وبالتالي هذه التضحيات يجب أن تبقى هي التي تنير طريق الأجيال. يجب على الطلبة الآن أن يدركوا جيدا بأننا لم نتحصل على هذه الجزائر التي نعيش فيها اليوم بكل بساطة. بالتالي عليه أن يبذل مجهود كبير جدا من
من أجل التعلم ومن أجل خدمة الجزائر مستقبلا بوضع ما تعلمه موضع إنتاج، وجعل الجزائر تستفيد منه كشاب وتستفيد منه كطالب وتستفيد منه كمتعلم. الطلبة الذين كانوا حاضرين استمعوا لما جاء في هذه التظاهرة علهم يتزودوا منها فكريا ونفسيا لاستكمال مسيرة بناء الوطن بحمل مشعل العلم والمعرفة. نستمع للبعض منهم لمن كانوا حاضرين في نادي عيسى مسعودي بمقر الإذاعة الوطنية. اليوم جينا في ذكرى المصادفة ليوم الطالب 19 ماي 2024 بدعوة من المجلس الأعلى للشباب اللي يعتبر حقيقة همزة وصل بين الشباب وبين الحكومة. يعني حقيقة طالب اليوم يليق به تكريم لأنه يسير على نفس خطى طالب الأمس، لأنه طالب الأمس هو من قدم هو من جلب الاستقلال لنا، وطالب اليوم يسعى إلى ثورة فكرية وثورة شبابية حقيقة. اليوم رانا مشاركين في مناسبة 19 ماي، هي مناسبة جد قيمة بالنسبة لنا كطلبة جزائريين، لأنه بهذه المناسبة يعني ساهمت في تحرير الجزائر وساهمت في الثورة المجيدة، ونحن اليوم هنا نخوض أيضا ثورة فكرية يعني كطلبة، ونحاول نوصلوا الأفكار تاعنا في كل المجالات الاقتصادية العلمية. وفي ذات السياق وبجامعة الجزائر واحد بن يوسف بن خداهية الأخرى نظمت احتفالية حضرها الطلبة والأسرة الجامعية لاستذكار المسار النضالي للطلبة والوقوف عند تحديات اليوم. وفي برنامج الاحتفالية محاضرة بعنوان يوم الطالب تاريخ ومواقف وعبر قدمها الأستاذ عمار عبد الرحمن، أستاذ محاضر بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3. وبالمناسبة أكد عميد كلية العلوم لجامعة الجزائر واحد على دور الطالب اليوم الذي وفرت له كل الإمكانيات للإبداع والابتكار وانتهاج نفس مسار الشهداء لخدمة الوطن. نستمع للأستاذ محجوب محمد مليك متحدثا للزميل أيوب شريف. اليوم هذا أثبت أن الطالب الجزائري يلعب دور مهم في الحياة الاجتماعية والسياسية للجزائر، ويوم هذا وين تكاتفت جميع جهود الطلبة لوضع خارطة طريق ولنشر إعلان واضح للمستعبر أن الطالب الجزائري لا يمكنه أن يكون إلا عضو فعال في الثورة التحريرية. وكانت ردة فعل الطلاب الجزائريين آنذاك أنهم التحقوا أنهم طلقوا مقاعد الدراسة في إضراب مفتوح والالتحاق بالجبال وجهول والأرياف من أجل الالتحاق بالجيش الشعبي الوطني. بهذا نختم مستمعين تفاصيل هذه النشرة، وهذه قراءة ثانية للعناوين. رئيس الجمهورية يشرف على مراسيم الاحتفال باليوم الوطني للطالب ويدشن القطب العلمي والتكنولوجي باسم الشهيد عبد الحفيظ إحدادا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة. أدوار جديدة ومؤشرات إيجابية للجامعة الجزائرية للارتقاء بالطلبة للإبداع والابتكار والمساهمة في التنمية. إذاعة جامعة التكوين المتواصل تحيي اليوم ذكرى انطلاق بثها الأثري بالوقوف عند مسارها المتميز كإعلام علمي هادف، وبرنامج خاص أمسية اليوم لإحياء الذكرى المزدوجة بأبعادها العلمية الاجتماعية والتنموية. ولقاءات وندوات تاريخية عبر مختلف ولايات الوطن تخلد الذكرى تحت شعار الطالب الجزائري بين تضحيات الماضي ورهانات المستقبل. 25 دقيقة بعد 2 بإذاعة جامعة التكوين المتواصل. الشكر لكل من ساهم في إنجاز وإخراج هذه النشرة الإخبارية، هو عمل جماعي. شكرا لكم جميعا، كل عام والجامعة والطالب والإذاعة إذاعة جامعة التكوين المتواصل بألف خير وفي خدمة الجزائر. شكرا، في أمان الله.